طبعا كلنا بنحب البطاطس الكبار والصغيرين. هنعملها النهاردة بدون قلي أو تحمير بمعلقة زيت واحدة بس، عشان نحافظ على صحتنا وصحة ولادنا، وكمان من غير اير فراير، لأن مش كل الناس عندها اير فراير. هنعمل لها تتبيلة حلوة قوي، وهتبقى مقرمشة من بره كده وطرية من جوه، وطعمها حلو قوي. لايك للفيديو وشير لأصحابكم، ويلا بينا نشوف الطريقة. في البداية كده أنا اخترت البطاطس اللي بتكون بالحجم ده، أنا لا عايزاها كبيرة ولا صغيرة، ومش عايزاها مدورة، عايزاها تكون طويلة بالشكل ده. على فكرة بطاطس التحمير ما بتكونش مدورة، ما عدا بس البطاطس الحمراء. أنا جبت كيلو وابتدأت إن أنا أقشره بالشكل ده. المقشرة دي حلوة جدا، هاتيها وقشري بيها البطاطس، هتقشرها لك في ثانية. قشرت كل الكمية وغسلتها وابتدأت أقطعها بالشكل ده. بصوا بقى معايا، أنا بقطع كل بطاطسية كده قطعتين أو نصين، وباخد كل نص وببدأ إن أنا أقطعه بالشكل ده. هعمل واحدة تانية معاكم بقطعها نصين كده، وباخد كل نص وبقطعه 2 أو 3 على حسب حجمها. يعني الكبيرة دي هقطع كل نص 3 أو 4 كمان. أنا عايزاها تخينة بالشكل ده، مش عايزاها رفيعة. حلو قوي كده، أنا عايزاها بالحجم ده. هاخدها بقى أغسلها. ودلوقتي بقى جهزت ميه كده على النار. اول ما بدأت تغلي حطيت رشه صغيره كده من الملح، وحوالي نص معلقه من الكركم. وطبعا الكركم فايدته الغذائيه عاليه جدا. هبتدي كده اسقط البطاطس كلها، انا عامله كيلو زي ما بقول لكم، وقطعته بالشكل ده. ما تحاوليش تقطعيه رفيع، هتبوظ منك. دلوقتي هعمل لها تتبيله كده او خلطه تحفه جدا. معلقه واحده بس من زيت الزيتون، ورشه كده من الملح عشان الملح اللي حطيناه مش كافي. هحط كمان شويه من الكزبره الناشفه، وشويه من الزعتر، والشطه دي اختياري، وكمان بابريكا. خلاص كده دي التوابل اللي انا حطيتها. هجيب بقى فصين من التوم وابتدي اهرسهم بالشكل ده. مش عايزه توم شيليه خالص من الوصفه. وقلبتهم بالشكل ده مع معلقه زيت الزيتون. خلاص كده البطاطس انا سبتها حوالي دقيقتين بعد ما بدأت الميه تغلي. يعني انا سقطت البطاطس، طبعا الميه يعني اللي كانت بتغلي دي هديت. هستنى لما تغلي واستنى بس دقيقتين، واروح مطلعاها بالشكل ده. ودلوقتي هبدأ ان انا احط لها التتبيله او الخلطه اللي انا عملتها، وهوزعها بقى بالشكل ده. بس خلي بالك ما تتكسرش. انا مش عايزه اسلقها سلق كامل ولا حتى نص سلقه، يعني ربع سلقه بس مش اكتر. هو دقيقتين بس بعد غليه الميه. وهبتدي بقى اقلبها بالشكل ده، واحط كمان معلقتين من النشا واوزعهم بالمصفى كده. النشا بقى هيديها قرمشه كده، وهيخلي طعمها حلو قوي. هيديها قرمشه، يعمل لها كفر كده من بره، ويخليها مقرمشه مع الخلطه اللي احنا عملناها. هما معلقتين بس مش اكتر من كده زي ما بقولك. دلوقتي بقى في طريقتين، ممكن تحطيها في الاير فراير لو موجود عندك الاير فراير، لكن لو مش موجوده اير فراير مفيش اي مشكله. انا بحب بصراحه اعملها في الفرن على طول. جبت كده صينيه عشان هدخلها الفرن، وحطيت فيها ورقه زبده ما بتلزقش. اهم حاجه تكون جودتها عاليه وما بتلزقش. لو بتلزق يبقى ما تستعملهاش خالص، وما تحطيش فيها البطاطس. ادهني دهنه بسيطه للصينيه ورصي البطاطس على كده. دهنه كده بسيطه من الزيت ورصي البطاطس. دخلتها الفرن على درجه حراره عاليه. بصوا بقى ما بتقعدش حاجه بسيطه، يعني حوالي تلت ساعه مش اكتر من كده. بصوا بقى البطاطس بتاعتنا طلعت شكلها عامل ازاي. مقرمشه جدا من بره وطريه من جوه، والتتبيله اللي عملناها مديها تيست عالي جدا. احنا ما عملناهاش كده ولا قليناها في الزيت ولا استخدمنا اير فراير، لان في ناس كتير مش عندها الاير فراير. شايفين بقى الكفر بتاعها حلو جدا. بصوا مقرمشه من بره وطريه من جوه، وطعمها حلو قوي. لو جربتي الطريقه دي مش هتبطلي تعملي البطاطس بتاعتك بالطريقه دي، وهتعودي ولادك عليها. انا بامانه ما بقليش البطاطس خالص، دايما بعملها بالطريقه دي. طريقه حلوه وسهله وبسيطه واقتصاديه، وكمان مش مؤذيه ولا مضره. انا بتمنى تكون وصفتنا النهارده عجبتك، ولو عجبتك بقى ما تنسينيش في اللايك والشير والسبسكرايب للقناه. يلا باي باي، سلام.